السلام عليكم، ازيكم يا شباب. هنشرح النهاردة محاضرة ال Diagnostic Tools واللي بعدها اللي هي Diagnostic Procedures. هما محاضرتين صغيرين يعني هنحاول نجيبهم كلهم في محاضرة في فيديو واحد يعني. تمام. قبل ما نتكلم في ال Diagnostic Tools أو Procedures، هو احنا عشان نعمل diagnose أصلا في الجلدية بنعمل ايه؟ في حاجات جنرال بنعملها او في حاجات ليها علاقه بالجلديه ذات نفسها، بمعنى ان انا ممكن اعمل مثلا كلتشر، والكلتشر ده ملوش علاقه مثلا بالجلديه ذات نفسها الوحيده، ولكن هي ليها علاقه بايه؟ بحاجات كتيره تانية. ان انا ممكن اخد كلتشر مثلا لسواب مثلا من السبيوتوم او حاجات كده. تمام. فغالبا اللي احنا ندرسه هيبقى اكتر الحاجات اللي ليها علاقه بالجلديه اكتر. تمام. ولكن في الجلديه ذات نفسها انا ممكن اشخص بحاجات تانية انا مش هاخدها هنا، لان هي حاجات جنرال اكتر، فاكيد مش هنتطرق ان احنا نقعد نشرح كل الكلام ده، ومش هيكون في المحاضره اصلا. تمام. طيب لو هنبدا بالحاجات دي، هنبدا بالوودز لايت. ايه هو الوودز لايت؟ زي ما احنا قلنا الالترا فايولت ريز منها انواع كتير زي الاي والبي والسي. السي ده اللي هو الاشعه الخضراء اللي احنا مش بنبقى عايزينها، واللي احنا بنحاول نحمي نفسنا منها بالصن بلوك والحاجات دي. الاي والبي ده اللي احنا ساعات بنستخدمهم في تريتمنتس معينه. تمام. الفكره في الوودز لايت ان انا مش لازم ان انا استخدم الالترا فايولت. مش احنا خدنا راديولوجي؟ في الراديولوجي بيقول لك ان الراديولوجي عباره عن ايه؟ دايجنوستيك وايه للدايجنوزس وللتريتمنت. تمام. فالدايجنوزس اللي انا هعملها هنا باليو في هتبقى عباره عن الوودز لايت. تمام. طب لو انا عايز اعمل تريتمنت، في انواع تريتمنت برضو باليو في، فاللي احنا عايزين نعرفه هنا ايه؟ ان اليو في لايت ممكن استخدمه كدايجنوز او كتريتمنت. تمام. فلو هستخدمه كدايجنوز هستخدم الوودز لايت اللي احنا خدناه قبل كده، فكان ديتكت اريز اوف سكين ديت. المهم ان هو بيعرف كذا حاجه برضو، هيبان في المحاضره اللي بعدها بالتفصيل شويه هو بيشتغل ازاي بالحاجات دي. طب ايه الانديكيشنز اوف وودز لايت؟ لو انا عندي امراض معينه ممكن اكشف عنها بيها. ما هو قال لك مش معظم الامراض اللي احنا بنشوفها التريجر مثلا بتاع ان هي يحصل لها اكسجريشن او البريدisposing فاكتورز بتوعها او الحاجات دي كلها ممكن تتاثر بالسان لايت او باليو في. طيب ما هو قال لك بقى خلاص، طب ما احنا نجرب احنا نحط عليها اليو في لايت ده ونشوف الرياكشن بتاعها هيدينا ايه. لقوا ان في بعض انواع الامراض بيديهم الوان مختلفه او اشكال مختلفه، بيعرفوا انه يقدر يشخص، تبقى كونفيرم للدايجنوز. حلو. تمام. فزي ديس اوردرز اوف بيجمنتيشن لايك الميلازما والفيتيلايجو، بنلاقي ان بيحصل تغير في اللون. في الميلازما مثلا بيحصل زياده البيجمنتيشن، في الفيتيلايجو بيقل البيجمنتيشن، بيحصل لي اسنتويشن. تمام. في البترياس فيرسيكولر مثلا بيديني يلو جولدن ابييرنس، كل ده هنشوفه لسه تحت. التينيا كابيتس بيدي جرين بانواعها، وخد بالك احنا هندرس التينيا كابيتس وانواعها كلها. يعني التينيا كابيتس على حسب ما هي بسبب فانجاي، ايه الفانجاي اللي عمل لي التينيا كابيتس دي، على حسب هتلاقي غالبهم كلهم جرين، ولكن على حسب درجات الجرين بقى بتاعها. الاريثرازما قلنا ان بيبقى كورال ريد ابييرنس. تمام. فده الوودز لايت. هنا تيجي في الفيترلايج وتلاقي ان ده لون ابيض اهو، لما انا عملته باليوفي لايت بقى الابيض ده زاد بياضا، فبسميها اسنتويشن. فدي علامه مهمه جدا في الفيترلايج. تمام. الفيترايجو برضه اهو الابيض انا شايفه شويه، لكن لما عملت باليوفي لايت بقى باين اوضح. دي البتريز فيرسيكولار مديها لون يلو جولدن، بس هو مش واضح هنا يعني قوي. تمام. فما اعتقدش هيسأل في دي. الاريثرازما دي واضحه قوي، اللون الاحمر هنا بيبان. قلنا ان هي دايما غالبا بتيجي في المنطقه بتاعه الارم بيت يعني، وبتبقى ايسيمتوماتيك شويه ومش حاجه خطره يعني، وبتعمل شويه شيث لونه بني كده عليه سيلفر سكيلز شويه بسبب البكتيريا يعني، ولكن هي حاجه بسيطه. بيديني لون كورال ريد اهو، ده اللي انا بعرف بيه ومهم على فكره في الام سي كيو. تمام. طيب اللي انت هتبقى عايز تعرفه برضو، معرفش هو مكتوب هنا ولا لا. لا، قبل لما ندخل في الفانجل انفكشن والحاجات دي، الويدز لايت اكزامينيشن تعرف ايه؟ ان هو الترا فايولت لايت زي ما قلنا. الويف لينكس بتاعه مهم انك تعرفه. يعني تسالني انا مش شايف ان هو مهم، بس يعني هو مهم بالنسبه للمحاضره يعني. فحتى في اطفال موجيه كتير هنقابلها بعد شويه، بس يعني ممكن تقول ان ده من اهمهم يعني. فالويف لينكس بتاع الويدز لايت قد ايه؟ 365. تمام. هنشوف دلوقتي المدى كله بتاع اصلا يو في وكده. طيب بيتكون من ايه؟ consists of barium silicate containing 9% nickel oxide. دي اللي مهم انك تعرفها يعني، فاهمني؟ عايز تحفظ باقي ماشي، بس هو المهم ايه؟ 9% nickel oxide. تمام. Insulin flow due to betadine produced as a metabolite of the fungus. بيقول لك ان اللون اللي بيجي لونه اخضر ده في الفنجاي، في التينيا كابيتوس والحاجات دي، بسبب حاجه اسمها بتريدين produced as a metabolite للفنجاي ده. تمام. يعني معلومه برضو يعني كلها حفظ، ما فيهاش حاجه معينه يعني. قلت اسالك بس ايه سبب اللون الاخضر ده، او ايه سبب اللون في الفنجاي، تقول له البتريدين. طب ايه اللي بيتكون منه الوودز جلاس؟ النيكل اوكسايد. تمام. طب ايه الويف لينكس؟ 365. طب هو عباره عن ايه؟ الترا فايولت راي. تمام. طيب هنا الوودز لايت اكزامينيشن، هنا ترايكوفايتون. لو عايز اقول لك بس الفنجاي بتتقسم حاجتين مينلي. لو بنتكلم عن الفنجاي بتتقسم لدرماتوفايتس وتتقسم ليست، وفي حاجات بقى يست لايك وكده، بس هنعتبرها كلها يست. تمام. الدرماتوفايتس دي اللي بيندرج تحتها الترايكوفايتون والحاجات دي، والدرماتوفايتس دي اللي هي بتعمل لك التينيا كابيتس والتينيا بيدس وكل انواع التينيا انت عارفها. طب ايه اليست دي؟ اليست دي
زي الكانديدا. تمام. طب ايه اليست لايك اللي ممكن اعتبرها تحت اليست برضو؟ الملاسيزيا اللي هي بتعمل لك ايه، اللي هي بتعمل لك التينيا فيرسيكولار. تمام. فدي تقسيمه الفنجاي، لان هيفرق في الايه، في تحت لما نيجي نتكلم في الكالتشر تحت الميكروسكوب يعني بتشوفها ايه، على حسب بقى تشوف هايفي ولا تشوف يونيسيلر اورجانيزم وهكذا. فهتفيدك التقسيمه دي شويه. ولكن هنا كل اللي انت عايز تعرفه ايه، ان الترايكوفايتون بلا 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 دي لو انت عرفت تقراها انا بصراحه مش عامل سيرش مش قادر. لونها بيل جرين. تمام. انا شايفه لونها لبني صراحه، بس يعني هو بيقول لك ان لونها بيل جرين، مع ان انا مش شايف ان دي ممكن تسال فيها. انت لو جيت تسال هيسالك في حاجه واضحه زي دي، لو جت مثلا اوزبي بريليانت جرين فين في الام كانس والام اودوني، و او يسالك عامه التينيكابيتس لون اخضر، تحت التينيكابيتس عامه لونها اخضر. لكن احنا هنا بنقسم الفنجاي بتاعت ايه، التينيكابيتس ذات نفسها. تمام. طيب direct microscopic examination by KOH. هو فين؟ procedure. طيب collection من السكين او النيل او الهير سامبل. تمام. بص، ال KOH انا بستخدمه ليه؟ عشان الفكره ان انا لو جيت مثلا اخد سكين سكراب من على الجلد، حلو، بيبقى معايا في السكين سكراب دي ايه، بيبقى معايا الفنجل انفكشن اللي انا اللي موجود في الليجن يعني اللي انا عايز اكشف عنه، ويبقى معايا كمان موجود الكيراتين. تمام. فالمشكله الكيراتين ان انا لو جايب مثلا وعامل سكراب كده هلاقي في شويه كيراتين 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 كيراتين، ماشي، ده في السكراب اللي انا خدتها، وما بينها فنجاي. فالفنجاي لما بيبقى فيه كيراتين كتير انا مش بشوف الفنجاي، فبقوم عامل ايه، بحط الكيو اتش ده، عشان الكيو اتش ده بيدوب الكيراتين، فالحاجات اللي لونها الازرق دي تروح، فيبان لي الفنجاي لوحده في السلايد، فاعرف اقرا الفنجاي ده عباره عن ايه. تمام. فدي فكره الايه الكيو اتش، ان هو بيديزولف الكيراتين عشان اعرف اشوف الفنجاي، لان انا مش هقدر اشوف اتنين مع بعض. فبشوف بكولكت بقى من اي حته من الحتت دي. هتفرق في ايه، هتفرق في الاماكن، هل المكان ده سترونجلي كيراتينايزد ولا لا، وعلى حسبه انا هستخدم حاجات تانية. يعني مثلا لو انا جايب كيو اتش مثلا على منطقه معينه ما فيهاش كيراتينايزيشن كتير، كل اللي انا بعمله ان انا بحطه في الكيو اتش بتاع 10 دقايق وخلاص، ما اعملش حاجه تانية. طب لو انا جايب منطقه فيها كيراتين كتير بضطر استخدم حاجات تانية، زي ان انا اعمل ايه، زي ان انا اعمل جنتلي هيتنج عشان اسبيد الاكشن اوف كيو اتش ده في الاماكن اللي فيها كيراتين كتير، او ان انا انهانس الكليننج عن طريق ان انا احط الدمسو ده، ماشي، او عن طريق ان انا اسيب السلايد تو ليفت ستاند فور لونج تايم. تمام. فانت تاخد في الحاله العاديه كولكشن سكين ليل مش عارف كولكت فروم ذا انفكتد اريا ذا سكيبس بليس دايركتلي انتو مايكروسكوب سلايد اهو، وكفرد باي دروبس. تمام. المهم the slide is left until clear normally between 5 to 15 minutes، يعني 10 دقايق. حلو، ده الطبيعي في السكين الطبيعي. ليه؟ to dissolve skin cells او hair او debris to enhance الكليرنج. لو انا عايز enhance الكليرنج في الاماكن اللي بيبقى فيها كراتينايزيشن كتير، ساعتها زي النيل مثلا. تمام. ساعتها هعمل ايه، لو انا معايا عينه من النيل مثلا وانا واخد منها اللي هو واحد عنده مثلا اونيكومايكوز وكده، وانا واخد عينه من النيل، ال10 دقايق دول مش هيكفوا، او ال15 دقايق دول مش هيكفوا. هستخدم 3 حاجات، ايه اللي انت تحفظهم، يا اما اعمل جنتلي هيتنج عشان اسرع الموضوع، يا اما اد الدمسو، يا اما اسيبها لوقت اطول من 5 ل 10 دقايق، ده اسيبها لونج تايم اكتر، اسيبها يوم او حاجه كده. تمام. ده اللي انت محتاج تعرفه في الكيو اتش بروسيجرز. تمام. لونج برانش لايك تيوبولار سكشنز او هايفي، ويقول لي فانج كوزنج. طب ايه هو الهايفي والكلام ده؟ بص، الدرماتوفايتس او خلينا نقول الفنجاي عموما، ماشي، بيتقسم لحاجتين. قلنا ان هو بيتقسم لدرماتوفايتس، انا مش عارف اكتب بالماوس فخليني فاهم ايه، ويست. حلو. الفكره في الدرماتوفايتس ان هي عباره عن ايه، هي عباره عن هايفي يعني ايه، يعني شويه كوردز كده. تمام. وطالع منها كوردز كده، لما بتيجي تتكاثر بتتكاثر بحاجه اسمها ان هي تعمل سبورز، بتقوم مطلعه سبور كده والسبور دي تنفصل ويطلع منها هايفيز جديده وهكذا. تمام. اما بالنسبه لليست، اليست ممكن يتكاثر بطريقتين، يا اما asexual production يا اما sexual production. تمام. واحد منهم هو عباره عن الاسexual production اللي هو reproduction، اللي هو الباينري فيجن. الباينري فيجن ده عباره عن ايه، ان هي الفكره في ايه اصلا، احنا قلنا الدرماتوفايتس عباره عن هايفي، اليست عباره عن يوني سيلولر اورجانيزم، يعني هو خليه واحده. تمام. يعني هو مش كورد من البتاع، عباره عن خلايا 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 خلايا، ده الهايفي اللي هو الدرماتوفايت. تمام. اما اليست عباره عن يوني سيلولر اورجانيزم، خليه واحده. تمام. الخليه الواحده دي عمرها تنقسم الا بطريقه واحده، اللي هي ايه، باينري فيشن على طول. تنقسم تبقى تديني خليه وخليه زي الميتوز بالظبط، او ممكن تنقسم بطريقه سيكشوال اللي هي ازاي، ان هي تتبرعم وتعمل لي بودنج كده، والبودنج ده يطلع ويبقى هو خليه لوحده. تمام. فعشان كده اي فورم انت هتشوفها في اليست هتشوفها عباره عن ايه، دوائر، لان هي يا اما يوني سيلر اورجانيزم عباره عن سيل واحده، يا اما عباره عن ايه، عن سيل عليها بودنج، يا اما عباره عن سيل تانية بعد ما البودنج راحت او بعد ما حصل باينري فيشن. فكل الاشكال بتاعتها مدوره. اما لو جيت تبص على الدرماتوفايتس هتلاقي ان هي ممكن تكون موجوده في هايفي، او هايفي عليها ايه،
او هايفي وسبورز. تمام، عشان كده بص by their long branch like tubular structure، ده في مين؟ في الدرماتوفايتس. يبقى الدرماتوفايتس هايفي، هيبقى long branch like tubular structure. طب الفنجاي causing ring worm infections produce septate segmented hyphae. دي بقى الفكره في الرينج وورم انفكشنز، او اللي هو التينيا كوربوريس، واللي هي الحاجات التينيا الفيرسيكولار وكده، بتتميز الهايفي ان هي بنسميها سبتيت او سيجمنتد هايفي. تمام، فالسبتيت هايفي دي مهمه انك تعرفها ان هي بتبقى موجوده في الرينج وورم. some show the presence of spores، زي ما انا قلت لك ممكن يبقى في سبورز لان ده طريقه الريبرودكشن بتاعها directly from the hyphae، وساعات ما بتلاقي السبورز لوحدها بعد ما طلعت. under the microscope التينيا فيرسيكولار recognized by curved hyphae and round yeast form that give it a spaghetti and meatball appearance. يعني تبقى الهايفي، والهايفي دي حواليها السبورز بتاعتها، فتلاقيها شكلها ايه؟ زي السباجيتي وحواليها شويه ميت بولز. تمام، كرات اللحم. تمام، فدي التانية ايه؟ التانية فيرسيكولار. تمام، فانجاي كوزنج رينج وورم انفكشن ده سيجمنتد هايفي. التانية فيرسيكولار هتشوفها ايه؟ سباجيتي اند ميت بول ابيرنت. طب اليست سيلز بقى، لو انا بتكلم في اليست هلاقيها مدوره صح؟ يبقى راوند اور اوفال. بودنج ممكن يبقى فيه بودنج زي ما احنا قلنا، يبقى فيه شويه براعم كده، ميبي سين، ممكن ما تبقاش سين. لكن دايما لما تيجي تتكلم عن اليست هتلاقيها ايه؟ راوند اور اوفال، اللي احنا قلنا ان هي عباره عن يوني سيلر اورجانيزم، مش عباره عن هايفي. تمام، طيب ده الكيو اتش تيست اهو. لو تيجي تبص هنا كل ده ايه؟ ده هايفي اهو، دي سيجمنتد هايفي اهي. تمام، هتلاقي في سيجمنتيشن في سيجمنت هايفي. تمام، ده هايفي اهو. طيب نيجي نبص هنا مثلا على الكانديدا عباره عن ايه؟ هتلاقي في شويه بص يوني سيلر اورجانيزم، عباره عن ايه؟ عباره عن هي السيل واحده اهي مدور وطالع منها حاجات اوفل. تمام، دي مش هايفي يعتبر. تمام، انا عارف ان هي ممكن تلخبط شويه في الكانديدا، لان انت ممكن تشوف هايفي، لان الكانديدا بالذات هي ممكن تقول ان هي قاعده شاذه شويه، ان هي بتبقى موجوده في فورمز منها يوني سيلولر ومالتي سيلولر. فانت بس الاساسي ان انت هتشوف الحاجات دي واضحه قوي، مش هتشوفها مثلا زي هنا انت مش شايف دوائر، انت هنا شايف هايفي بس. تمام، اما انت هنا في الكانديدا انت شايف، لا انت شايف البودنج اللي طالع من كل خليه يعني وكده. فهي عباره عن هي ممكن تبقى موجوده في يوني سيلولر ومالتي سيلولر، لكن في العادي هي اصلا اساسيا هي كلاسيفايد از ييست، واليست بتبقى يوني سيلولر. تمام، ده التانية فيرسيكولار. تمام، التانية فيرسيكولار اهو، انت شايف ايه؟ كل ده هايفي. دي بقى مش زي البتاع، لا ده عباره عن هايفي اهي. تمام، ولكن بتيجي تبص تلاقي شويه دوائر. دي ايه بقى؟ دي السبورز اللي عاملاها الهايفي. تمام، دي السبورز اللي عاملاها الهايفي. حلو، فدي التانية فيرسيكولار. عشان كده بقول لك ده السباجيتي اهي، ودي الميت بولز. دايسكوبي تيست. ايه هو الدايسكوبي تيست؟ الدايسكوبي تيست الفكره فيه حاجه اسمها بلانشنج. البلانشنج يعني ايه؟ يعني انا مثلا عايز اعرف الليجن اللي عندي ده فاسكولاريتي ولا مش فاسكولاريتي. بمعنى اريثيما مثلا، واحد عنده حساسيه على ايده، حلو، الحساسيه دي مثلا بسبب قرصه نمله او ناموسه او ايا كان، قمت انا جايب جلاس لايت كده، قمت ضاغط على الليجن الحساسيه اللي عنده دي، هشوف ايه؟ هشوف ان الحساسيه او المكان ده بدل ما كان لونه احمر بقى لونه ابيض. يبقى انا عرفت ان دي عباره عن ايه؟ عباره عن اريثيما ناتجه من ايه؟ من فازو دايليتيشن الاوعيه الدمويه، فبان اللون الاحمر فيها. ولكن في حاجات بتبقى بيجمنتيشن، ولما يبقى في حاجه بيجمنتيشن ساعتها لونها لما انا اضغطها بالدايسكوبي او بالجلاس لايت ده، اللون مش هيروح، مش هيبقى لونه يرجع لونه الطبيعي تاني، لا ممكن يا اما لونه يفضل زي ما هو، يا اما يتغير للون تاني. ساعتها عارف ان ده مثلا بيجمنتيشن، ده حاجه في الجلد ما لهاش علاقه بالفاسكولاريتي، ساعتها يبقى اسمه نون بلانشنج. تمام، دي الفكره. بس في كل انا احط حته ازازه كده واشوف. بتعرفها في ايه؟ بتعرفها ان في اللوبس فالجاريس ريفيل زي له براون كلر بنسميه ابل جيلي ابيرنس مع الدايسكوبي تيست. اللون كان لون مختلف، بعدين اول ما عملته بقى لونه شويه بني كده، قلب على لون الجيلي بتاع التفاح. بس دي مهمه بتيجي في الام سي كيو. تريتمنت بريسيجن ديرماتولوجي انتريجنال انجكشن. تمام، طيب الانتريجنال انجكشن هو فكرته حلوه الصراحه ان احنا يعني نتكلم فيه شويه. طيب ايه الانترليجن انجكشن؟ بدل ما انا مثلا احط حاجه توبيكال او ادي حاجه سيستميك، انا كل اللي انا بعمله ان انا باجي عند الليجن واحط جواه الحاجه اللي انا عايز ايه اديها للشخص ده. تمام، ايه الاستفاده بالنسبه لي؟ هستفاد بكذا طريقه هنعرفها دلوقتي. طيب an intravenous direct injection of a therapeutic substance into a lesion. The aim of intralesional injection is to deliver a high concentration of medicine to the site of the pathology. وركز في كلمة site of the pathology to maximize the efficacy و minimize systemic adverse effects. عشان كده مش هدي بدل ما ادي سيستميك يعني. الانترليجنال ستيرويدز عباره عن كذا حاجه ممكن اديها في ايه؟ كيلويدز مثلا، الهايبرتروفيك سكارز دي تبقى حاجات زياده في البروليفريشن بتاع التيشو لبره، فهديها مثلا ستيرويدز بيعمل اتروفي. تمام، هنفهم دلوقتي برضو ايه استخدامات الاستيرويد في الموضوع. المهم ان في شويه ليستات كده هنفهمها لما نتكلم، لان كلها حفظ، ولكن انت لما نشرح دلوقتي الانترليجنال ستيرويد هتفهم الموضوع يعني. تمام، طيب ايه فكره الانترليجنال ستيرويد؟ انا ممكن استخدم الانترليجنال ستيرويد ماشي عن طريق حاجتين. تمام، عن طريق ان انا استخدم الافكت بتاعته الاساسيه، واللي هي ايه؟ الانتي انفلاماتوري افكت، صح؟ شو انتي انفلاماتوري افكت. طب هو ايه السايد افكت بتاعته؟ السايد افكت لما نيجي نشوف هنلاقي له اكيوت سايد افكت وكرونيك سايد افكت. الكرونيك سايد افكت دي
نتيجه ان انت تستخدم بوتنت ستيرويد كتير قوي، سواء انترا ليجنال او سواء مش، لا سواء قصدي توبيكال. يعني انترا ليجنال ممكن يعمل الايفكت دي على طول كاكيوت افكت، اللي هي ايه؟ اللي هي الاتروفي للسكين. وعشان كده كنا بنخاف من استخدامات البوتنت ستيرويدز حتى لو توبيكال، تمام، انه بيعمل سكين اتروفي. طب ما انا هستفيد بالسكين اتروفي في حاجات والانتي انفلاماتوري في حاجات، بمعنى ان هنا الكيلويد سكارز او الهايبرتروفيك سكارز انا هستفيد بايه؟ هستفيد ب الاتروفيك افكت اللي هي كسايد افكت وحشه، ولكن هنا انا هستخدمها اصلا، يعني انا هنا عايز السايد افكت دي عشان تعالجني، تمام. فهنا هستخدمه في الكيلويد والهايبرتروفيك سكارز، فبالتالي هستخدم كونسنتريشن عالي منه عشان اقدر اوصل للسايد افكت دي. لكن لما يبقى في ايميونولوجيكال ديس اوردرز مثلا زي الالوبيشيا ارياتا هستخدم الانتريجنال ستيرويد، ولكن استخدمه بايه؟ بكميات بسيطه، بحيث ان انا استخدم الجرعه الثيرابيوتيك الاساسيه بتاعته، مش الجرعه بتاعه السايد افكت اللي هي الجرعه العاليه، تمام. بستخدم حاجات قليله، لان انا لو استخدمت جرعه عاليه في الالوبيشيا ارياتا هسبب اتروفي واعمل سيكاتريشيا الوبيشيا، اخليها سكارنج الوبيشيا بدل ما هي كانت الوبيشيا ارياتا عاديه مش سكارنج، تمام. فلازم تاخد بالك من الموضوع ده. في الفيتيليجو مثلا الحاجات دي كلها طالما هي اميون ريليتد انا عايز استخدم ايه؟ الانتي انفلاماتوري افكت الثيرابيوتيك بتاعته. طب انا هوصل مثلا لكن فيت سكين ديس اوردرز برضه اللايكنز والحاجات دي هستخدم الاتروفي شويه، تمام، لان هو بيبقى فيها ثيكننج للسكين زي ما احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت. جرانيولوماتيك سكين ديس اوردرز، فوليكولار ديس اوردرز، فاسكولار ديس اوردرز، مش مهم الكلام ده. ليه فاسكولار ديس اوردرز؟ عشان عارف ان هو بيأثر على البلود فيزلز، تمام. طيب ندخل الاذر drugs that are sometimes injected in the skin lesions غير الستيرويدز. الفايفلويوراسيل ده انتي بروليفراتيف دراج، ماشي، بيقلل البروليفريشن بتاع التشو، بحطه في الكولويد والسكارز، تمام. البلايومايسين ليه بستخدمه في الفايلر وورت؟ لان البلايومايسين ده عباره عن سايتوتوكسيك، ده سايتوتوكسيك بيروح يموت الخلايا. طب ايه الفرق بينه وبين الانتي بروليفراتيف؟ الانتي بروليفراتيفز والاميونو سبريسيف بيروحوا عند التشين رياكشنز بتاعت الخلايا اللي بتحفزها ان هي تنقسم وتوقفها، لكن البلايومايسين هو ذات نفسه سايتوتوكسيك بيروح يموت الخلايا ذات نفسها، يعني الخلايا تعمل ابوبتوزس، تمام. طيب ده فيرال وورت. والميثوتريكسين بنستخدمه في النيل سورايسيس. ما اعتقدش الحاجات دي اصلا حفظ قوي يعني، فانت يعني هيسالك ايه اذر دراجز او ايه الدراجز اللي يوزد از انتراليجنال انجكشنز؟ 5 فلوريسل، بليومايسين، وميثوتريكسيد، والاستيرويد، تمام. طيب امتى يبقى في كونترا انديكيشن للانتراليجنال انجكشنز؟ امتى ما استخدمش الانتراليجنال انجكشنز بشكل اعم كستيرويد مثلا؟ يعني الاستيرويد بيقلل المناعه، انا مش عايز اقلل مناعتي لو انا عندي بكتيريال او فنجل او فيرال انفكشن دي بسيطه. وامتى ما استخدموش تاني؟ لو حد عنده الرجي منه، اللي هي موجوده لكل الادويه بالذات، فدي حاجه سهله قوي انك تحفظها. ليه؟ 3 انفكشن انت مش عايز تقلل فيهم المناعه، والالرجي اللي هي السايد افكت بتاعت اي دواء في الحياه، مش ده دواء، مش انتراليجنال انجكشن ده دواء بس، تمام. طيب السايد افكتس اوف انتراليجنال انجكشن قلنا ان له اكيوت سايد افكتس ولونج تيرم سايد افكتس. اكيوت سايد افكتس زي اللوكال بين والانفلاماتوري رياكشن والانفكشن نتيجه الاريتيشن، تمام. انفكشن ليه؟ عشان هو بيقلل المناعه في المكان ده فممكن يحصل فيها انفكشن، تمام. طب اللونج تيرم ده اللي هو زي الهايبو بيجمنتيشن واتروفي. ليه بقى؟ لان الاتروفي دي ممكن نقسمها على ان هي بتحصل لحاجتين. الاتروفي دي ممكن تحصل على الميلانين، تمام، او ممكن تحصل على الابيديرمس ذات نفسها كلها ككل، تمام. لما تحصل على الميلانين تسبب لي هايبو بيجمنتيشن ده، تمام، تسبب لي ايه؟ هايبو بيجمنتيشن. طب لو حصلت على الابيديرمس، لو حصلت على الابيديرمس السيكنس بتاعت الابيديرمس بتقل، فنفترض ان احنا عندنا دي الديرمس اللي فيها البلاد فيزلز واللي فوقها دي الابيديرمس. طيب لو انا قللت السيكنس بتاعت الابيديرمس دي وبقت الابيديرمس مثلا السيكنس بتاعتها كده مثلا، هتبقى شفافه اكتر ان هي تبين لي الديرمس اللي تحتها. والديرمس بما ان فيها فاسكولاريتي بيبقى لونها احمر، صح؟ يبقى انا لما اعمل اتروفي للابيديرمس هيبان اكتر الديرمس، فيبان لون احمر اكتر. ده اللي بيحصل في الترانجكتيزيا. ايه اللي بيحصل؟ واللونج ستان ليجنال كورتيكوستيرويد الترانجكتيزيا بيحصل ايه؟ بيحصل ان الاوعيه الدمويه بتشوفها على انها دايليتد، هي مش بتبقى دايليتد قوي، ولكن نتيجه الاتروفي اللي حصلت في الابيديرمس فانت شايف الفاسكولاريتي العاليه دي بشكل واضح، فتفكرها ان هي دايليتيشن، عشان كده سموها ترانجكتيزيا. اكتيزيا اللي هو دايليتيشن، تمام. دي تلانجكتيزيا. يعملوا سايد ديستراكشن، ده اللي بيعمل هايبو بيجمنتيشن. والاتروفي هي اللي بتاثر، يا اما اتروفي ممكن احطها على الميلانين تعمل هايبو بيجمنتيشن، يا اما اتروفي على الابيديرمس تعمل لي تلانجكتيزيا. عشان كده تعرف تحفظ ايه اللونج تيرم كلها على ان هي ايه؟ الاتروفي. حلو. البيشي قريت اهي بعد الاستيرويد انجكشن بقت زي الفل كده. عارف انت لو اديت كونسنتريشن عالي من الاستيرويد انجكشن ده هتلاقي بقت سكريشيا الالوبيشيا وعملت لك شويه سكارنج. حلو. ده الكيلويد سكارز او السكارز، يعني بنحط فيها انتراليجنال كورتيكوستيرويد. ليه بحطه كونسنتريشن عالي؟ الكونسنتريشن عالي بتاع الانتراليجنال كورتيكوستيرويد ده بيعمل اتروفي في التيشو فيقلل لي الهايبرتروفيك سكار ده او الكيلويد سكار دي، تمام. ده اهو نفس الكلام، بعد ما شلته راح اتروفي خالص. ولو خدت بالك الاتروفي دي اثرت على الابيديرمس فبان لون بينك شويه كده نتيجه لون الابيديرمس اللي تحتها، تمام. نفس الكلام اهو، تحس ان هي بقى ديبريسد لجوه اكتر من انه كان طالع لبره، عشان انا عملت ايه؟ زي ما قلت لك لون احمر دايما بيبقى موجود. ليه؟ نتيجه ان انت بينت اكتر الديرمس. الكرايو سيرجري هو علاج. بص انت لو انت هتعالج اي
حاجه في الجلديه، فانت ممكن تعالج بدواء، ممكن تعالج باي حاجه. ولكن ساعات انت بيبقى في حاجات انت مش عايز ان انت تعالجها، انت عايز تعملها ديستركشن. انت في عندك زائده جلديه مثلا، انت عايز تكسرها. الديستركشن ده هتعمله بكذا طريقه، يا اما تعمله بطريقه فيزيكال، يا اما تعمله بطريقه كيميكال مثلا. تمام. الفيزيكال ده ينطبق تحته الهيت بالحراره، ينطبق تحته الالكتريس الكولدنس اللي هو الكرايو. تمام. وينطبق تحته الفيزيكال اللي هو السكرابنج مثلا، او ان انت تعمل له اكسجين وكده. كل ده فيزيكال، هيت وكولدنس ومعرفش، ايوه كولدنس وبايدك السكرابنج والحاجات دي. او ان انت تستخدم الكيميكالز زي ان انت تحط سايتوتوكسيك سبستانسز مثلا، فاهمني؟ ده الفكره في الديستركشن، التريتمنت باي ديستركشن. تمام. most commonly used freezing agent or product is liquid nitrogen عشان درجه حرارته قليله جدا جدا جدا. what is liquid nitrogen؟ المهم ان هو minus 196، نوع معين من النيتروجين يعني بيبقى عاملين له concentration. used to treat viral warts, seborrheic keratosis و superficial basal cell carcinoma. هو اللي انت عارفه ايه؟ ان هو بيعالج الفيرال وورتس، used to treat viral warts، وحاجه مشهوره قوي اسمها السكين تاجز، دي مهمه قوي، اهم حاجه الفيرال وورتس والسكين تاجز. السيبرويك كيراتوز ده عباره عن حاجه زي السكين تاجز بتيجي في الناس انا اروح بعيد ليه؟ سيبرويك كيراتوز ازاي؟ تمام. دي السيبرويك كيراتوز شبه السكين تاجز كده، بتطلع في الناس الكبيره، الكبار في السن ممكن تلاقيها في وشهم، تحسها شبه الوحمات كده. تمام. ده السيبرويك كيراتوز. سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوما غالبا مش بتستخدم فيها قوي، لان ده مالجنانت تيومر، وانت يعني انت بتعمل ديستركشن للحاجه، فغالبا بتستخدمه في الحاجات البيناين زي ايه؟ زي الفيرال وورت والسكين تاجز والسيبرويك كيراتوز. السكين تاجز دي اللي هي زوائد الجلديه، وبرده بنستخدمها في المولوسكوم بس بعد ما نشيل او لا مش بعد ما نشيل، بنستخدمه عادي. سايد افكتس بين سويلنج وبليسترنج، وممكن يحصل بيجمنتيشن تشينجز لو انت اتغبيت شويه ووصلت ديب شويه عن الابيدرمس. تمام. بين وسويلنج وبليسترنج كده كده عشان ده يعني حاجه ايرتنت اهو. ده جهاز الكرايو بيسموه الجن. تمام. ده ايه بقى؟ ده حاجه اسمها بوست كرايو ثيرابي. بيقول لك بعد ما انت بتعمل كرايو للليجنز، بيحصل كده بيقول لك كده في السكين بعد ما انت بتدي السيشن يعني. فايه الفكره فيها؟ ان انت لما بتعمل كرايو ثيرابي انت بتعمل دامجنج للسكين، سواء هو الحته انت بترجتها او السكين اللي حواليه. لما يحصل الدامجنج ده بيعمل فلويد اكيوميليشن ويعمل لك البوله دي. طب ليه لونها اسود؟ عشان بيبقى فيه شويه بلاد فيزلز اتدمرت شويه، فبتعمل لك ليكج للفلويد اللي جواها اللي هو البلاد، والبلاد ده لما يقعد شويه في البوله مع الفلويدز اللي فيها بيعمل لك اللون الاسود ده. فده مش حاجه انت بتعالجها بالكرايو، ده اصلا بوست كرايو ثيرابي بوله. تمام. الكترو سيرجري العكس، بدل ما كنا نستخدم البرود هنستخدم الحراره، بس الاثنين ديستركشن، والاثنين غالبا هيتعاملوا في نفس الحاجه. ان انت عايز تشيل اي بناين ليجن از يوز ان تو ستوب ذا بليدنج. ده في حالات ان انت عايز توقف بليدنج مثلا او كده. ده بتاع يعني مثلا بيبقى في مثلا في العمليات وكده ساعات بيقفلوا الجروح بالحراره. تمام. تو ديستروي ابنورمال سكين جروث. تمام. زي ما احنا قلنا. indications infections ممكن كونتنجيوزم عشان ده برضو بينال ليجن، ميتابوليك زنسيلازما وزنسوماز، بينال سكين كونديشن زي السكين تاجز قلت لك برضو، الاكتينيك كيراتوزز والسيبوريك كيراتوزز اللي لسه قايل لك عليها دلوقتي. كل الكلام ده ممكن تستخدم فيه ايه؟ الالكتروسيرجي زي الحاجات الطبيعيه. الاسماء بقى زنسيلازما وزنسوماز والحاجات اللي احنا اصلا يعتبر ما خدناش دي، مش هنقعد نشرح فيها عشان ما نطولش المحاضره على الفاضي. الليزر مش مهم قوي لان هو مش حاجه بيزك يعني عندنا في الجلديه، مش بالضروره ان تعرفها قوي يعني. فالليزر كاركترايزد باي ان هو ايه؟ مونوكروماتيك وكوهيرنت كوليميتيف. الحاجات دي خصائص فيزيائيه للليزر ذات نفسه. مونوكروماتيك انه نفس الويف لينث كله. كوهيرنت يعني البيمز كلها يعني بص الويف لينث ماشي، ده موجة حلو. فالضوء العادي مش بالضروره يكونوا ماشيين مع بعض، ممكن تبقى نفس الويف لينث بس عامله كده، او مثلا بادئه من هنا، فاهمني؟ لا في الليزر واحده عامله كده والتانيه ماشيه عليها برضه، فبنسميهم ان فيز، هم ماشيين بنفس الطريقه بالظبط، كلهم نفس الحجم بس كلهم ممكن يبقوا نفس الحجم ومش ماشيين مع بعض، فاهم؟ اي كلام. كولوميتد يعني ماشيين كلهم بره لبعض. يوز ان ديرماتولوجي فاسكولار ليجنز بولس داي ليزر، هنعرف كل الحاجات دي في المحاضره بعدها. المهم ان هو بيستخدم في الفاسكولار ليجنز، ان انا عايز اشيل الفاسكولاريزيشن ليه؟ لان الليزر بيعمل حاجه شبه فايبروزس كده في الايه، في البلاد فيزلز، فبيوقف الفاسكولار ليجنز ان هو بيقلل الفاسكولاريتي بتاعتها. بيجمنتد ليجنز عشان هو بيقلل البيجمنتيشن. هير ريموفال وفيشيال رينكلز وسكارز بلا بلا بلا. فوتوثيرابي قلنا قبل كده، الفوتوثيرابي متقسمه كذا حاجه. عندي اليو في لايت متقسم ليو في اي وبي وسي. السي ده الوحش اللي احنا مش عايزينه، والاي والبي ده اللي احنا بنستخدمهم في في العلاج يعني. اليو في سي ده الفلتر باي اوزون لاير، يعني طبقه الاوزون اللي عندنا دي بتفلتر لنا الايه الالترا فايولت ريز اللي مش حلو. الباقي الايه ده اللي احنا بنستخدمه، عشان نستخدمه بنحط معاه حاجه اسمها سورالين، مش مهم الاسم بالظبط، هو سورالين. ولما يبقى حاط عليه سورالين هو يو في اي بنسميه بوفا، عشان السورالين ده بيزود الامتصاص بتاعه. ممكن ناخد السورالين ده في عباره على انه حاجه سيستميك بتتاخد حبوب او تتاخد ايه لوكال. تمام. اليو في بي عباره عندي منه حاجتين، عندي منه برود
يعني كذا يعني حزمه من الويف لينكس كبيره تقريبا من 280 ل 330، وعندي منه حاجه اسمها نارو باند. نارو باند يعني باخد من 311 ل 312 بس بستخدمها لوحدها. الاكزايمر ليزر مثلا واخد 308، فالاكزايمر ليزر يعتبر ليه اكزايمر ليزر لايت ليه يعتبر يو في بي، لان زي ما احنا قلنا اليو في بي من 280 ل 330، فهو جوه الويف لينكس بتاع ايه ال اليو في بي. تمام. ديفينيشن ده احنا بنتكلم ديفينيشن فوتوثيرابي از ميديكال تريتمنت. ده الاطوال الموجيه. ده هنا الانفراريد، وبعدين الضوء المرئي اللي انت عارفه، وبعدين اللي منه الالترافايولت، بعدين تدخل بقى في الحاجات الصعبه الاكس راي والجاما راي. عشان كده اليو في سي وحش ليه؟ لانك بتبدا هنا ايه، تمام، وبعدين تبدا هنا بي، بعدين لما تبدا تقرب ناحيه الاكس راي اللي هو اشعه ضاره بتبدا قربت في السي، عشان كده السي هو اللي وحش والاي والبي والاي احسن هم كده. تمام. نفس الكلام هو قلت لك اليو في بي منين، من 290 ل 320 او من 280 ل 330. المهم يعني انه ده منه لو انا ممكن اخد قشطه كده، ده هنا 311 مثلا، ده النارو باند. تمام. يو في سي احنا مش بنستخدمه في العلاج، اليو في اي اللي بنستخدمه بس محتاج معاه سورال. تمام. منه نوعين بلا بلا بلا، مش مهم، مش مهم. فوتو ده مش مهم. انا مش شايف دي مهمه الصراحه. هو بيتاخد اورال وبيتاخد توبيكال، وكله عباره عن ايه، سورال وخلاص. مش عايز تحفظ بقى اوكس سورال الترا نيوم، انا مش حافظ الحاجات دي يعني. بالنسبه لي ممكن تحفظهم عادي لو انت شايف ان هي ممكن تيجي في السؤال يعني. الانديكيشنز بتاعت البوفا ايه، هنعالج حاجات كلها ليها علاقه يا اما بال اميونيتي، لان احنا عارفين اليو في لايت بيأثر على الاميونيتي، يا اما احنا هنعالج حاجات ليها علاقه مثلا بالبيجمنتيشن، بس كلها ليها علاقه بالاميونيتي برضه. زي ايه، السورايسيس عباره عن انفلاميشن، الفيتيلايجو مثلا عباره عن اميون رياكشن برضه. المايكوز فانجويدز ده انا كنت فاكر ان هو استنى كده، المايكوز فانجويدز ده اللي هو الكوتينيوس تي سيل ليمفوما، مش مهم يعني بس معلومه يعني. بستخدم برضه في البتريز روزيه، بستخدم في كذا حاجه، بستخدم في الالبيشيا ارياتا كمان يعني. بس معرفش هو قصده على البوفا ولا البي كمان، لكن اليوفي لايت عامه بيستخدم في حاجات كتير. احفظ التلاته دول وخلاص. indications PV in psoriasis and vitiligo, indications for approval, exclusion criteria و contra indications لو حد عنده photosensitivity، ولو في pregnancy lactations عشان هو ممكن يسبب مشاكل. الشندر اللي من 10 من 10 years. تمام. عشان لسه يعني عينهم يعني بتتطور فيها حاجات وكده، فممكن يأثر عليهم. سايد افكتس اوف بوفا، فوتو ايجنج. يعني ايه فوتو ايجنج؟ يعني اللي معروف ان كل الاشعه بتاعت الشمس والحاجات دي، الشخص اللي قاعد مثلا بيشتغل في الحر او في الشارع طول الوقت بتلاقيه بتحس ان وشه بيأيج بسهوله اكتر، تحس ان هو شكله اكبر من سنه وكده، فده الفوتو ايجنج. ان الكونتينيوس لايت ده او يوفي لايت ده ممكن يسبب لك ان شكلك يبقى عندك تجاعيد وحاجات كده. تمام. اي توكسيستي طبيعي انه ممكن يعمل كاتاراكس والحاجات دي لو الحاجات دي ناحيه اليو في سي شويه اكتر، و او لو انت على المدى البعيد استخدمتها كتير يعني. كيوتينيوس مالجنسيز ليه؟ عشان ده عباره عن يو في لايت، مش ده اشعه قريبه من الاكس راي والاشعه النوويه والحاجات دي، فبالتالي ممكن يعمل لك مشاكل كتير. منها انه ممكن يعمل لك سكوموس سيل كارسينوما او ريسك اوف ميلانوما فولوينج بوفا. تمام. نارو باند اللي هو 311 ل 312. تارجت الفوتوثيرابي بنسميه ليه تارجت الفوتوثيرابي، لان انا باخد تارجت اللي انا بتارجت ويف لينكس معين. تمام. ده الاكزايمر لايت برضو، الاكزايمر لايت 308 اهو، ده 308 تبع اليو في بي برضو. بس كده خلصنا المحاضره دي. الاجابه بتاعت الكرايو ملوش علاقه بالسورايسيس بقى، بلانتر وورد وسوبراي كراتوز سوبرفيشال بيزل سيل كارسينوم. بس كده خلصنا. طيب دي المحاضره اللي بعدها اللي هي يعتبر نفس المحاضره يعني. نرجع تاني نقول الكرايوثيرابي عباره عن ايه. عباره عن ان انا بعالج بان انا ده فيزيكال ديستراكشن للتيشو. الفيزيكال ديستراكشن هيتقسم معايا لايه؟ اقول حاجتين ماشي، بروده وحراره. ده البروده، الكرايو اللي هو البروده هعمل بيه ايه؟ البناين ليجنز، وممكن استخدمه مع بيزا سيل كارسينوما ماشي، ولكنه مش بروفن قوي يعني. ايه البناين ليجنز اللي هتبقى طالعه وانا عايز اعمل لها ديستراكشن؟ زي الفيرال وورتس والسيبرويد كراتوز اللي انا قلت لك في المحاضره اللي فاتت، ان هي بتطلع في الناس الكبيره وتبقى لونها دي بيبقى فيها هايبر بيجمنتيشن شويه، وبتيجي في الناس الكبير يعني الكبيره يعني زي ايده جلديه بس لونها مختلف بس. تمام. والاكتينيك كراتوز مولاسكوم زي ما قلنا برضه في المحاضره اللي فاتت، والسكين تاكس. بس اللي انا معلمك عليهم دول اهم 3 حاجات بيستخدموا فيهم. تمام. يبقى ده ايه؟ الكرايوثيرابي عايز اعمل ديستراكشن. الالكتروكوتري نفس الحاجات، تلاقي سكين تاجز والكراتوز برضه زي السيبرويك هناك، والفيرال وورد. تمام. نفس الكلام برضه بنستخدمه ساعات في الكيمودونز برضه نفس، والمولاسكوم فاهمني. فهو نفس الحاجات، بس انا بقول لك تحفظ بتاعت دول ليه؟ لان اول ما تقول سكين بيناين ليجنز او بيناين جروثس هتفكر فيهم على طول. تمام. يبقى ده الالكترو بقى بالحراره. انترليجنال انجكشن، قلنا الانترليجنال انا ممكن استخدمه عن طريق حاجتين. الاستيرويد ده له افكتين، له افكت ثيرابيوتيك وهي الانتي انفلاماتوري افكت، وله افكت على الهاي دوز بنعتبرها سايد افكت على السيستميك اللي هي ايه، او مش سايد افكت بنستخدمها بنعتبرها سايد افكت لو بس بستخدم بوتنت ستيرويد مثلا اللي هي ايه، اللي هي السكين اتروفي. تمام. طيب انا على حسب انا هستخدم كونسنتريشن عالي هاخد الافكت بتاعت السكين اتروفي.
طب لو انا هستخدم كونسنتريشن اويل هاخد الايفكت بتاعت الانتي انفلاميشن. طب ولكن في الحالتين هستخدمه في ايه؟ في الالبيشيا ارياتا، في كيلويد سكار، الاكني سيست، سمول انفانتايل هيمانجيوما، جرانوماتيس ديس اوردرز. المهم انت اندكشنز بتاعته كتيره جدا وممكن تهبدها عادي. تمام، الالبيشيا ارياتا، كيلويد سكار، هايبرتروفيك سكار، اكني سيست، الوبيشيا، اي حاجه بقى فيها انفلاميشن. استخدمنا الاسترويد في ايه تاني؟ الانترليجنال استرويد استخدمناه في 500 حاجه في الجلديه اللي احنا قلناها كلها. تمام، فده اللي انت هتفكر فيه دايما. حاول ما تحبكش المكتوب قوي يعني. هاو از انترليجنال استرويد ادمنستريتد ازاي؟ ان انا باخد كان بي فول المهم ان انا ممكن اخففه في صلاين يعني. فلو انا ما خففتوش في صلاين باخد الفول كونسنتريشن امتى؟ لما انا بعالج الكيلويد. ليه بعالج الكيلويد بالهاي كونسنتريشن؟ لان الكيلويد ده عباره عن اب نورمال جروث، ان في مشاكل شويه في الكولاجين الموجود في الهيلينج، فبالتالي بيعمل لي اب نورمال جروث كتير. والجروث ده ساعات بيبقى ايه؟ بيرجع كل شويه، تشيل الكيلويد يرجع تاني. تمام، فبستخدم اكبر ايه كونسنتريشن واللي هو ال 40 مللي. تمام، طب لو انا خففته على 2 ساعتها هيبقى كونسنتريشن 20. ده بستخدمه في هايبرتروفيك سكار. طب ايه الفكره؟ ان الهايبرتروفيك سكار ده نورمال جروث عادي ولكنه زايد شويه. تمام، بنسميه نورمال جروث. هاويفر ان النورمال جروث ده زايد عن حده شويه فبقى هايبرتروفيك. تمام، لكن مش زي الكيلويد. فالكيلويد ده اصعب حاجه في الحاجات دي، فبستخدم فيه الاتروفي القويه قوي اللي هي بتاعت ال 40 مللي. طب انا في الهايبرتروفيك لا، هخففه على النص هيبقى 20. طب انا دلوقتي مثلا هستخدمه في كذا حاجه تانية من الحاجات العاديه. الباقي يعني اعتبره مثلا الحاجات اللي هو كاتبها التانية دي يعني اللي احنا ما درسناهاش قوي وكده. تمام، هتعتبر دول 10 والدكتور اصلا مش معلم عليها فمش مهم قوي يعني. ولكن اللي انا عايزك تعرفه المهم قوي 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 ايه؟ في الالوبيشيا ارياتا، نتيجه الالوبيشيا ارياتا دي عباره عن اميون رياكشن. فانا هستخدم الجرعه الثيرابيوتيك اللي هي اللو دوز. اللو دوز دي كام؟ هقسم على 8، لان انا لو زودت عن ان انا بقسم على 8 دي ساعتها هعمل له سكارنج الوبيشيا اللي هو سيكاتريشيا الوبيشيا، وابوظ له دماغه بدل ما هو كان عنده سقوط شعر بس. حلو، فلازم تبقى عارف ان انا في الكيلويد بستخدم ال 40 من غير ما اخفف. ده الدوز من غير تخفيف، من غير ان انا بحطها على صلاين. تمام، طب في المودريت سيجنس الهايبرتروفيك سكارز بستخدم 20. طب في الالبيشيا ارياتا بقسم على 8 يديني ايه؟ يديني 5. تمام، طيب ده الانتريجنس. طب اللوكال انستيزيا ساعات بحطه قبل ما ادي شويه حقن لو انا هدي مثلا لوكال انترليجنال ستيرويد. تمام، في الوبيشيا ارياتا مثلا ممكن اقوم حاطط شويه لوكال انستيزيا فوق، ادهنه فوق كده بس عشان ايه؟ ما يوجعش العيان قوي الموضوع، وانا كل شويه عمال بشكه في دماغه يعني. تمام، ده الانترليجنال انستيزيا. ممكن احط توبيكال كمان. طيب الليدوكين اهم حاجه بس ده المشهور قوي فيه. السكين بايوبسي. السكين بايوبسي عندي منها انواع. صحيح، عايز اسالك سؤال. هو ليه انا ما بستخدمش الكرايوثيرابي في الكيلويد؟ مش الكيلويد ده قلنا ان هو بيناين جروث طالع ابنورمال جروث طالع عن السكين. تمام، ده كيلويد. ليه ما استخدمش فيه الكرايو مثلا او الالكترو؟ ساعات بيستخدموا في الكرايو بس ليه مش الالكترو مثلا؟ تمام، الفكره في ايه؟ ان احنا هنا بنستخدم الانترليجنال سترويد عشان نعمل اتروفي، صح؟ الفكره ان الكيلويد اصلا نتيجه سكارنج نتيجه تروما. الفكره ان واحد مثلا اتعور بعدين جاي خيطوا له وهو عنده مشكله مثلا في الهيلينج، قام عامل كيلويد. حلو، نتيجه السكار اللي كانت نتيجه التروما، اقوم انا جاي بالالكترو اقوم معوره اكتر بالهيت. تمام، فاهم الفكره؟ عشان كده ما تهبطش اي بيناين جروث. خد بالك بس من هو البيناين جروث ده جاي من ايه؟ الكيلويد سكار ده جاي من ايه؟ جاي من تروما. هو مش هروح اعالجه بتروما، فاهم؟ مش مهم النقطه دي يعني، بس قلت اقول لك يعني عشان ايه؟ تفتح الدنيا شويه معاك. السكين بايوبسي عندك بقى انواع من السكين بايوبسي. تمام، السكين بايوبسي عندك البانش بايوبسي. دي عباره عن ايه؟ عباره عن البتاعه دي، انت بتجيب آلة كده بتقوم داخله تقوم واخده حته من السكين كده وطالعه تاني. تمام، دي البانش بايوبسي. طب الشيفنج بايوبسي. الشيفنج بايوبسي هي ان انت بتاخد سوبرفيشال، ده شيفنج، انت بتبقى عايز حته سوبرفيشال بس. وده بيستخدموها ساعات في جراحات التجميل وكده، لما بيعمل جرافتنج ان هو بيرقع في اماكن تانية، بيقوم واخد بقى شيفنج بايوبسي دي، يقوم جايب المشرط ده كده يقوم عامل الشيفنج كده للمكان ده. تمام، ده الشيفنج بايوبسي. طيب الكاريتاج ده عباره عن ايه؟ ده كأنك بتكحت الليجن، بتجيب حاجه شبه معلقه كده وتقعد تكحت في الليجن بتاع المرض، عشان هي مش مرسومه هنا. تمام، بتكحت في الليجن وكده عشان ايه؟ تاخد منه بايوبسي يعني. تمام، بيستخدموها برضه لو ممكن تسمع كلمه كريتاج. ده كلمه كريتاج دي تاني في النساء لما بيبقى في ابورشن، مثلا واحده عملت ابورشن والابورشن ده مثلا هي بيبقى ساعات في بقايا في الرحم لسه لازقه، بيقوم داخل الدكتور مثلا عامل كريتاج للرحم من جوه انه يشيل البقايا بتاعه الايه؟ الحمل دي، بنسميها كريتاج برضه. طب ايه الفرق بين انسجن واكسجن بايوبسي؟ الفرق ان الانسجن بايوبسي باخد جزء معين من الليجن، اقوم جاي واخد الحته دي مثلا. طب الاكسجن بايوبسي اقوم واخد الليجن كله، اكسجن بعمل له اكسايز كله. تمام، ده الفرق بين الاثنين يعني. لو جيت مثلا هنا ده اكسجن بايوبسي. ليه اكسجن بايوبسي؟ لانه خد ليجن كله. طب لو راح خد مثلا حته معينه منه، انسجن بايوبسي. تمام، دي انواع البايوبسي. بس الليزر بقى، الليزر بيستخدم في حاجات معينه، زي ما ممكن يستخدم في الفاسكولار ليجنز عشان هو بيعمل ايه؟ اتروفي في الايه؟
في ال مش اتروفي، بيعمل فايبروزس في البلاد فيسلز فبيقلل الفاسكولاريتي بتاعتها. ممكن استخدمه في البيجمنت ليجنز، هو بيقلل البيجمنتيشنز. تمام. اير ريموفال او فيشل او كيلويدز وهابرتوفيك سكارز، الناس اللي عندهم سكارز مثلا في وشهم او حاجه بيستخدموا ليزر وكل الحاجات دي. الفكره بقى في ايه هنا؟ انه الدكتور قال الحاجات دي، انا كنت سأله من شويه قال لي هم تحفظهم، بس هم سهلين تحفظوا ليه؟ الالكسندرايت والانيدياج بيقول ان هو 705، يعني الالكسندرايت هنا 755 صح. ده هنا في استخداماته في في الهير ريدكشن. هير ريدكشن ايه؟ ايوه اللي هو الهير ريموفال يعني. بيستخدم في الهير ريموفال. في ناس بيعملوا هير ريموف يعني بالليزر، مشهور الموضوع ده قوي يعني. المهم وعلى فكره في حاجات الهير ريموفال بالليزر والحاجات دي بيخافوا شويه من موضوع نقل الحاجات السكشوال ترانسميتد زي الهيومن بابيلوما فيروس. الحاجات دي ساعات بتتنقل بالموضوع ده. دي معلومه بس يعني الناس تبقى عارفاها، عشان لو حد جرب يعمل حاجه من دي يبقى ياخد باله ان الموضوع فيه تعقيم كويس وكده. المهم انديكيشنز اوف ليزر تريتمنت، قلنا ان هو ممكن في الهير ريموفال ساعتها في الكسندرايت وان دي اك. تمام. الفكره في الويف لينكس بتاعه ان هو 755 هنا، لكن لما ننزل هنا في الالكسندرايت هتلاقي 755 برضه. فاهم؟ طب الان دياج 1064 تنزل تحت ان دياج 1064 تنزل تحت ان دياج 1064. فهو انت يعتبر ايه، هتحفظ الان دياج والالكسندرايت وكل انت زياده. بس ايه، ان في الفاسكولار ليجنز بنستخدم حاجه اسمها بولس داي، ودي تعرف ايه ان البولس داي بيستخدم فين في الفاسكولار ليجن، تعرفها احسن ما تعرف الويف لينكس بتاعها كمان. يبقى الفاسكولار ليزر، الفاسكولار ليجنز بتستخدم فيها مين؟ البولس داي ليزر ده 585. يبقى انت تحفظ ثلاث ارقام: 585 1064 بتاعت الان دياج ال 755 بتاع الالكسندرايت، وهم كده كده بيتعادلوا. ما اعتقدش الدكتور ما قاليش عن الموضوع على دي قوي ان هي حفظه او حاجه، هو قال لي على الثلاث تانيين بس. تمام. طيب الفوتوثيرابي قلنا 500 مره: يو في بي ويو في يو في اي ويو في بي، وسواء هو برود باند يو في بي او نارو باند يو في بي. وعندي البوفا لما بستخدمه مع اليو في اي. قلنا ان النارو يو في بي عباره عن 311 312. طب البرود كله من 280 330، يبقى ده جزء من ده. تمام. وودز لايت قلنا قبل كده بيستخدم ايه؟ بيجمنتيشن زي في الفيتيلايجو، انكريز بيجمنتيشن زي في الملازما، بيتريزز فيرسيكولار يديني جولدن يلو، الريستازما يديني كورال ريد، تينيكابيتس يديني جرين. تمام. قلنا المكون الاساسي بتاعه ايه؟ 9% نيكل اوكسايد، ده في الفيتيلايجو اهو، ده الكورال ريد. كيو اتش قلنا الكيو اتش بيستخدم ليه؟ عشان ادوب بالكرياتين واعرف اشوف الفنجاي، بوتاسيوم هيدروكسيد، ستيبس بقى بلا 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 بلا. مش مهم. اهو ده ايه مثلا؟ ده بودنج ييست. تمام. ودي يست سيلز اهي، ماشي. ودي هايفي للفنجاي. فده تقريبا ده مش فنجاي واحد يعني، ده كذا نوع من الفنجاي اظن يعني. عشان الموضوع ده بجد انا قعدت سيرش كتير قوي، وكل شويه يتقسم تقسيمه مختلفه، فما تركزش قوي في الحاجات دي يعني. خليك بس عارف ان الكلمه مهمه قوي 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 هي ايه؟ ميت بول ابييرنس موجود مع مين؟ سباجيتي ميت بول موجود مع مين؟ موجود مع التينيا فيرسكولار. تمام. طيب تيست سمبل اند شيب تيست ريلايز اون فيوينج. الزنك تيست ده عباره عن ايه؟ ان انا بعمل سكرابنج للفيسيكل او الفولا الموجوده كده في اسمه ايه، في في الهيربس سمبلكس والهيربس زوستر يعني. لو في بوله او حاجه موجوده بقوم عامل لها سكرابنج وكده، وبيطلع لي بيبان لي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز جواها. بعرف منها كده ان ده ايه؟ هيربس سمبلكس او هيربس زوستر. يعني لو انا لقيت ليجن يعني كده بعمل له سكرابنج. ده الزنك تيست، ماشي. كل انت تعرفوا ان هو بيستخدم في الهيربس، ماشي، وبيبين لي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز. تمام. الاوسبت ساينز ده اللي هو البين بوينت بليدنج، بيحصل مع ايه؟ بيحصل مع السورايسيس، ويحصل مع الورتس. تمام. سكيلز اهو، بعمل سكيلز سكرابد اوف، بلاقي في تحتها بليدنج سبوتس. تمام. طب امتى البليدنج سبوتس دي تكون لونها غامق؟ لما يبقى الورت بيهيل. طب لو لقيتها لونها احمر يبقى الورت ده اكتف. تمام. دي معلومه زياده كده يعني في اللذيذ. مش مهم اهو، ده بين بوينت بليدنج اهو. لما انا عملت سكرابنج للمنطقه دي بس شلت السكيلز، شايف السكيلز اهي بيبان لي كده. دايسكوتيست، انا بجيب جلاس لايل بحطها ليه؟ عشان اشوف البلانشابيلتي او الفاسكولاريتي. ده مثلا اريتيما، شفت لما ضغطت بقى لونه ابيض، اعرف ساعتها ان اللون الاحمر ده ناتج مش بيجمنتيشن. اللون الاحمر ده عباره عن تجمع للدم في الاوعيه الدمويه، في فازودايليتيشن هناك. تمام. فاقدر ايه الديفرنشال ساعتها. لوبس فالجاريس زي ما قلنا بيديني ايه؟ ابل جيلي ابيرنس. دي برضه ام سي كيو. الدرموسكوبي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا مش شايف حلو فبكبر الصوره عشان اشوف. تمام. ما اعرفش دي متعلم عليها الصراحه يعني. اكيد مش هتسيرش الشيري انجيوما وانجيوكراتوما والحاجات دي عباره عن ايه. ف يعني ذاكرهم انت الصراحه يعني. ترايكوسكوبي اللي هو ان انا بشوف الشعر، ترايكو اللي هو ريتد للشعر يعني. دايجنوز اوف ديرماتوزز اللي هو الثيكنينج اوف ذا سكن والحاجات دي يعني، زي في السورايسيس لايكن بلانس والاكزيما والبوتريسوزيا، الحاجات اللي هي فيها ثيكنس شويه للسكن يعني نتيجه الرياكشن.
ده الاندروجينيتك الوبيشيا اللي هو زي هنا في الترايكوسكوبي. اندروجينيتك الوبيشيا بشوف اقدر ديفيست ان سيكنس اوف هير شافت، تلاقي فيه هير شافتس فيها ثيكنس عاليه وفي هير شافتس فيها ثيكنس قليله، ده اندروجينيتك الوبيشيا. طب في الالوبيشيا ريت قلنا نشوف الاكسكلاميشن مارك، عباره عن ان بيتخن يتخن يتخن ويجي اول ما ينزل هنا يبقى رفيع، وبعدين نتيجه هي مش باينه هنا قوي، ولكن نتيجه ان في زي حته فوليكل كده طالعه من هنا، بيبان لي علامه الايه الاكسكلاميشن مارك دي. تمام، يبقى اكسكلاميشن مارك في الالوبيشيا اريات. لكن لما تنزل التاني كابيتس في حاجه اسمها كويشن مارك. تمام، ليه كويشن مارك؟ لان الهير بيبقى بنت كده، بيبقى عامل شبه ايه، لكنه عارف الحير المحروق لما يبقى فيه بيرن مارك او كده، نفس الكلام شويه في التانية كابيتس يعني. هي تفاصيل زياده شويه يعني، بس مش مشكله. ميزل سيل كارسينوما دي اللي احنا قلنا عليها ساعات بنعملها بالكراي والحاجات دي، ولكن هي حاجه مالجننت فمش يعني مش شوف تعملها قوي. فيرجن جرانيوما مش مهم، كيس برزنتيشن مش مهم. كده خلصنا المحاضره.